السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وأصحابي، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ وحشتوني. كل سنة وأنتم طيبين وعود علينا وعليكم بالخير يا رب. نخش الفيديو ونبدأ مع بعض ونقوله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. معانا كيلو بصل ضربناه طبعا نضفناه وكده وضربناه في الكبة مع قرن فلفل حراق، مع قرن فلفل حراق وفلفل كوبي ألوان اللي هو أحمر وأصفر وأخضر. الفلفل الألوان دوت بيدي طعم جميل جدا جدا للبصلة ولأي أكل أنا بحطه فيها، مفيد ومغذي. فأنا بحطه في كل الأكلات معايا في البصلة بالذات، أو سلطة أو حاجة، بيبقى طعمه حلو وبيدي كرملة كده هوت جميل مفيد كمان قوي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحطينا البصلة اهيت وبتتشوح. انا البصلة مش بحب يعني احمرها قوي، بحبها تبقى ايه، مكرملة كده. فصين توم خرطتهم عليها، ما ضربتهمش في الكبة، خرطتهم تخريط كده اهوت وبتشوح في الحلة مع معلقة سمنة زبدة اللي عندك. بص البصلة مش بخليها تتحرق، بخليها دوبك بس ايه، تصفر كده. هو بهاراتك بقى بابريكا وملح وفلفل اسمر كل البهارات اللي انت بتحبيها اللي انت متعودة عليها. لو فلفل اسمر وملح من ايدك هيبقى زي العسل والله. بس هي البهارات اللي انت بتحبيها ومتعودة عليها. بس سبتها بقى تتسبك كده وتغلي وتشكشك مع نفسها. الحلة التانية زي ما انتوا شايفين كده اهوت، معانا كيلو لحمة حاطينه فيها سلقناه، ومعانا طبق طاجن حطيته في الفرن سخن. ورحت بقى ايه، حطيت اللحمة عليه. يا سلام بقى على الطاجن كده لما يبقى سخن، وترمي بقى عليه اللحمة ويديلك تش التشة دي تحفة. تدي ريحة حلوة، تدي طعم جميل قوي للأكل. الفخار بيدي طعم جميل جدا للأكل، بيبقى حلو قوي. ألف هنا وشفا حبايبي وأصحابي. متنسونيش في اللايكات وتفعيل زر الجرس. واللي مشتركش في القناة ينزل يشترك، يلا كبرولي قناتي، ربنا يجازيكم كل خير. حبايبي واخواتي واهلي وناسي، جربوها. وقولوا لي بقى إيه ديت. بصوا ديت يا جماعة اسمها لحمة صعيدي أو تقلية صعيدي أو لحمة بالبصل. كل بلد بتسميها زي ما هي طبيعتها. احنا بنسميها لحمة بالتقلية، تقلية صعيدي. حطيت ضفت الصلصة على اللحمة، ورحت مدخلاها بقى. وبعدها كده هزيت الطاجن ورحت حطها في الفرن. صراحة كانت قلبة ريحة البيت وريحة الشقة، كانت مع البهارات والتقلية والبصل، كانت جميلة جدا. ألف هنا وشفا، صحة وعافية على اللي أكل. أخويا طلبها مني وأنا ما أقدرش أقول لأخويا لأ، أخويا الوحيد حبيبي، ربنا يخليه ليا. وكل سنة وهو طيب وعد عليه بخير ويبارك لي فيه يا رب وما تحرمش منه ابدا. قلت له من عينيا، لان انا نفسي اكل لحمه من اللي كانت امي بتعملها لنا. قلت له من عيني. بصوا اللحمه في الطاجن عامله ازاي، واللحمه دايبه دايبه دوب كده. بصوا بصوا عامله ازاي. بالنسبه لي هي كانت مسلوقه، وجت بقى في الطماطم بقى وخدت من الطماطم، والطماطم خدت التسبيكه، والبصل خد منها، عطت طعم تحفه. الف هنا وشفا. اكمل لكم اخويا. قلت له حاضر من عيني اعمل لك يا اخويا. رحت عاملاها اللي كانت امي بتعمل لنا زيها. قلت له من عينيا. شفتي بقى ايام زمان الناس الحلوه كانت بتعمل اكلات حلوه واكلات جميله، وكانوا يعملوا ايه على القانون، على البابور. وكانت اكلهم تحفه، وكان كله غذا وكله روح، وكانت الدنيا جميله. صراحه الله يرحمهم ويرحم ايامهم الحلوه. هنا بقى مع بعضينا قلنا اعمل صينية بقى رقاق حلوة كده برضو جنب الطاجن دوت تبقى حلوة. جبت بصل وفرمته، وبرضو معاه فلفل ألوان مع معلقة سمنة وحبة زيت. ورحت ضفت البصل عليها وشوحتها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الطبيخ دوت خلاص بقى كل الناس بتعرف تطبخ، كل البنات الحلوة بتعرف تطبخ ما شاء الله عليهم. بس بقى ايه، احنا بقى بنفكر بعضينا بالحاجات الحلوة، حاجات زمان كل اللي يعرف حاجة
يعملها ويوريها لنا، بنفتكر يعني بنفتكر زمان وحاجة زمان الحلوة وطعمها الحلو. فمن بص حمرت البصلة اهي، شوحتها برضو زي ما انا قلت لكم في الاول، انا مش بحب احرق البصلة، بحبها كده ايه، مكرملة. يعني كلمة مكرملة ديت مش مكرملة ان هي محروقة، لا مكرملة ان هي ايه، مصفرة، إيه عطية اللون الذهبي، ديت مش بحبها ان هي ايه، محروقة. حطيت برضو بهاراتي اللي انا عايزاها، اللي انا بحبها واللي انا متعودة عليها. معايا ابني بيموت في البهارات، بيموت كده في البهارات الحاجة اللي مكانش بهاراتها تبقى متظبطة يقول لك مش حلو. شوحتها اهيت، وحطيت بقى معايا نص كيلو لحمة ضفته عليها، ورحت مقلباها اهي، فرولتها بقى مع البصلة مع اللحمة، شربوا من بعض والكلام ده كله. ورحت جيت بقى خدت كبشة شوربة من الشوربة بتاعت اللحمة، ورحت ضيفها عليها، وعلى نار هادية، وسبتها بقى ايه تاخد لها جلوتين تلاتة عشان اللحمة يبقى طعمها حلو مع الرقاق. هنا بقى معايا صينية مقاس 26، والرقاق جايباه مدور مقاس الصينية بالظبط. دهنت الصينية سمنة، ورصيت الرقاق هما 10، 5 فوق 5 تحت. وبقيت انا بحط الرقاقة واحط معلقة الشوربة عليها. الشوربة اساسا هي حلوة وسمينة وحلوة، مش محتاجة سمنة ولا محتاجة دسم تاني عشان يبقى خفيف ويبقى حلو، ما يبقاش تقيل على البني آدم. يعني كفاية التقلية الصعيدي الصراحة كانت بنج، الواحد كلها وكان بينام. وضفت اللحمة المتعصجة هي، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انزل حط اللايك، كل اللي بيتفرج على الفيديو ما ينساش ينزل يحط اللايك، وكلمة حلوة لأختكم، الله يجازيكم كل خير إن شاء الله بإذن الله. وادعوا لأمي ولأبويا ربنا يرحمهم رحمة واسعة، ويجعلهم من أهل الجنة، اللهم آمين يا رب. زي ما انتوا شايفين اهوت، بصوا الرقاق بقى برصه والشوربة عليه اهو. وجيت بقى رحت مقطعاه وحطيته بقى في الفرن اتشمع، ممكن ما يكونش باين في الفيديو الكلام ده كله، بس انا حطيته بقى في الفرن اتشمع كده وداخل على الحمران. ورحت بقى مع بيضتين، ورحت مشوح ضربهم بنص كوباية لبن وحبة ملح وفلفل أسمر، وضربتهم. رحت بعد ما خد لون كده واتشمع، قطعته ورحت ضايفة عليه الخلطة ديت اهو. هي ما طلعتش بس في الفيديو، ضفت عليه الخلطة ديت كلها كده اهوت. بصوا الرقاق كان قابب زي الرغيف اللي انتي بتسويه كده وقابب اهو. بصوا استوى، وكان والبرام تحت منه اهوت بيستوى، بيشكشك ازاي مع اللحمة، ولا الريحة اللي طالعة. بصوا حط عليها قرن فلفل بقى كده من فوق، جميلة. ألف هنا وشفا على كل اللي أكل واللي شاف. وما تنسوني